وحكايتنا بتبدأ في مدينة كولومبيا، وبنشوف ساعتها جدة اسمها مادريجال، وكانت بتتكلم مع حفيدتها اللي اسمها ميرابيل. وجدتها كانت بتقول لها ان النهارده هو اليوم بتاعها علشان تحصل على الهبة السحرية الخاصة بعيلتها. فميرابيل بتسأل جدتها اذا كان فعلا الشمعة دي هي اللي هتعمل مصدر السحر للعيلة. فالجدة بتقول لها ايوه، وان الشمعة دي هي مصدر السحر والسعادة للعيلة. فميرابيل بقى عندها فضول وسألت جدتها هي لقت الشمعة دي فين. فجدتها بتبدأ تحكي لها قصة الشمعة اللي كانت السبب في تغيير حياتهم، وقالت لها ان زمان قابلت جدها بدر وحبته واتجوزوا بعض، وبعد فترة من جوازهم خلفوا 3 اطفال، وبنعرف ان هم ولد وبنتين. لكن للاسف وقت ما كانوا بيهربوا طلع عليهم قطاعين طرق، وحياتهم وقتها كانت جميلة وكلها حب وسعادة. لكن للاسف بعد فترة في قراصنة هجموا على المدينة بتاعتها، ووقتها بقى اضطروا ان هم يهربوا من المدينة، وكان معاهم مجموعة من قرايبهم. ووقتها بقى الجد بدر بيضحى بنفسه علشان ينقذ ماديجال واولاده. والمفاجأة ان بعد اللي حصل ده ماديجال بتشوف الشمعة اللي معاها وتحولت لشمعة سحرية، وكانت الشمعة دي عملاقة وبتنور اكتر واكتر، ونورها ما بقاش بينطفي ابدا. والمفاجأة بقى ان سحر الشمعة دي حمى ماديجال واولادها، وكمان في نفس المكان الشمعة بنت ليهم بيت سحري علشان ماديجال واولادها يعيشوا في امان وكملوا حياتهم فيه. والمفاجأة كمان ان كل حاجة موجودة جوه البيت كانت سحرية وبتتحرك، وكان هدف البيت السحري انه يخدم ماديجال واولادها. ولما اولاد ماديجال ال3 كبروا، الشمعة ادت لكل واحد فيهم قوة سحرية، والقوة دي بتبقى خاصة بيه. ومن بعدها بقى عائلة ماديجال اتشهرت جدا في المدينة، وكل افراد العيلة كانوا بيساعدوا اهل المدينة بقوتهم. وبكده الجدة ماديجال خلصت قصتها اللي كانت بتحكيها لميرابيل. وطبعا الحكاية دي ميرابيل بتبقى فخورة بيها جدا، وكمان وقتها سألت جدتها ايه القوة السحرية اللي هتبقى عندها. فجدتها قالت لها ان ده مش مهم، وقالت لها ان اي قوة سحرية هتجيلها اكيد هتكون مميزة زيها بالضبط. وبعد ما الجدة وميرابيل بيخلصوا كلامهم بيروحوا عند الباب السحري علشان سحر ميرابيل يبقى موجود وراه. ولكن المفاجأة ان اول ما ميرابيل بتمسك أكرة الباب بيبدأ يختفي وما بيديلهاش اي قوة سحرية. واللي حصل ده كان اول مرة يحصل، وعيلة ماديجال كلها كانوا مستغربين ومش فاهمين حاجة، وكمان كانوا بيقولوا لنفسهم اشمعنى ميرابيل هي الوحيدة اللي ما خدتش قوة سحرية. وبعد كده بتمر السنين وميرابيل كانت بتكبر وبتكون شقية جدا وبتحب الحياة. وبنعرف ان اليوم ده يوم مهم جدا عندهم، لان عيلة ماديجال كانوا بيجهزوا الحفلة، والحفلة دي أنطونيو ابن خالة ميرابيل هياخد فيها الهبة السحرية بتاعته. ولما ميرابيل كانت بتشتري تجهيزات الحفلة من السوق، الاولاد الصغيرين اتلموا حواليها وسألوها عن الهبة السحرية بتاعتها وعن هبات بقية افراد العيلة. فميرابيل بتبدأ تعرفهم على العيلة، وبتقول لهم ان دي تبقى خالتهم بيا، وقوتها السحرية بتبقى في مزاجها، يعني لو اتعصبت الجو بيبقى وحش جدا، ولو كانت هادية وسعيدة الجو بيبقى جميل. وبعدها بتعرفهم على خالها برونو، وبتعرفهم ان قوته السحرية ان هو بيشوف المستقبل. لكن للاسف من فترة خالها برونو شاف رؤية وحشة، ومن وقتها بقى وهو مختفي ومحدش يعرف عنه حاجة. وبعد كده بتعرفهم على مامتها واللي بيكون اسمها جولييت، وبتقول لهم ان قوتها السحرية في وصفات الاكل اللي بتعملها واللي بتقدر من خلالها تشفي اي مريض. وبعد كده بنتعرف على باباها وجوز خالتها، وبيبقوا ناس عاديين ومبيكونش عندهم اي قوة سحرية. وبعد كده الولاد الصغيرين بيقولوا لميرابيل تكمل لهم الحكاية وتقول لهم القوة السحرية اللي عند ولاد خالتها. فميرابيل قالت لهم ان خالتها عندها 3 ولاد. اول بنت اسمها دوريس، وبتبقى قوتها السحرية انها بتقدر تسمع اي حاجة حتى لو كانت بعيد جدا عنها. اما ابن خالتها التاني اسمه كاميليو، وده بتبقى قوته السحرية ان هو بيقدر يغير شكله لاي شخص تاني. اما اخر واحد في ولاد خالتها بيكون اسمه انطونيو، وبيبقى انطونيو هياخد قوته السحرية النهارده. فالاولاد سالوا ميرابيل تعرفهم القوة السحرية اللي عند اخواتها الكبار. فميرابيل بتقول لهم انها عندها اختين، الاولى اسمها ايزابيلا، وبتكون ايزابيلا ما بتحبش حد، وقوتها السحرية انها بتقدر تزرع ورد واشجار بكميات كبيرة. اما اختها التانية بتكون اسمها لويسا، وبنعرف انها قوية جدا، ومن كتر قوتها بتقدر انها تشيل اي حاجة حتى لو كانت مدينة كاملة. وبكده بقى بتبقى ميرابيل عرفت الاطفال على كل قوة السحرية بتاعتها. بس برضو الاطفال بيسالوا ميرابيل ايه القوة السحرية بتاعتها هي. فميرابيل بتحاول تتهرب من الموضوع لانها ما كانتش عارفة تقول لهم ايه، لكن برضو الاطفال بيفضلوا يزنوا عليها ويفضلوا كمان يترجوها علشان تقول لهم على القوة السحرية بتاعتها. فميرابيل فضلت تقول لهم اي كلام، وقالت لهم ان هم هيعرفوا قوتها السحرية في الوقت المناسب. وساعتها الاولاد بيحسوا بملل من ناحية ميرابيل، فراحوا سالوا جدتها عن قوة ميرابيل السحرية. وقتها جدتها سكتت ومعرفتش تقول الاولاد ايه. لكن في اللحظه دي بنت خالتها اللي اسمها دوريس سمعت الاولاد وراحت قالت لهم ان ميرابيل ما عندهاش اي قوه سحريه. وطبعا ساعتها ميرابيل اتحرجت جدا من الكلام اللي بنت خالتها قالته. الاولاد سالوها ايه ده، انت فعلا ما عندكيش سحر؟ ميرابيل ساعتها اتضايقت وسابتهم ومشيت. وفي اللحظه دي بيجي لهم ساعي البريد وشايل شنطه في ايده الالعاب الاحتفالات، وبيديها لميرابيل وبيعرفها ان الالعاب دي هتنفعها جدا، لان هي الوحيده اللي في عيلتها ما عندهاش قوه سحريه، فممكن تعوض ده بالقوه السحريه. وطبعا الكلام اللي قاله ساعي البريد ده بيأثر في ميرابيل
ميرابيل اكتر، وحست وقتها ميرابيل انها منبوذه من كل الناس وكلهم بصوا لها بشكل وحش. لكن بعدها ميرابيل بتهدي نفسها وبتدخل علشان تساعد عيلتها في تجهيزات الاحتفال، لكن من غير قصد ميرابيل بتوقع شمعة على الارض وبتحرق حته من السجاده. فالجده ماديجال بتروح لها وبتقول لميرابيل ما تعمليش اي حاجه، وده لقيتها ما عندهاش اي قوه سحريه، وبتقول لها ان كمان انهم مش محتاجين مساعدتها. ولما ميرابيل بتقول لجدتها انها بتحاول، جدتها بترفض برضو المساعده وقالت لها ان افراد عيلتها اللي عندهم قوه سحريه هيعملوا كل حاجه احسن منها. وكمان جدتها قالت لها ان النهارده يوم مهم جدا بالنسبه لهم، وعرفتها ان هي مش عايزه اي مشاكل. فميرابيل بتسمع كلام جدتها وبتمشي وبتروح على اوضتها وبتبقى زعلانه جدا من اللي جدتها قالت. لكن بعدها مامة ميرابيل راحت للجده ماديجال وقالت لها انها بتعامل ميرابيل بقسوه جدا، بالرغم انها عارفه ان ميرابيل ملهاش اي ذنب في ان ما يكونش عندها اي قوه سحريه. الجده بتقول لبنتها جولييتا انها ما كانتش تقصد حاجه، وان كل اللي هي عايزاه ان اليوم النهارده يعدي على خير وسلام. وطبعا كل الكلام ده ميرابيل كانت قاعده في اوضتها وسامعاه وبتكون برضو حزينه. لكن فجاه ميرابيل بتسمع صوت تحت السرير، ولما بتبص على الصوت ده بتلاقيه ابن خالتها انطونيو وبيكون قاعد لوحده وهو خايف. فميرابيل ساعتها بتحاول تطمنه وبتقول له ان النهارده هيعدي بسلام وان اكيد هيبقى عنده موهبه سحريه مميزه. فانطونيو قال لها انه خايف ان الباب السحري ما يفتحش زي ما حصل معاها. فميرابيل بتطمنه اكتر وبتقول له ما يخافش وان اكيد الباب هيفتح وهيديله كمان هبه سحريه مميزه. فانطونيو رجع يسالها تاني لو الباب ما فتحش هيحصل ايه. فميرابيل قالت له انه مش هيحصل حاجه، ولو ساعتها حصل كده هيجي يقعد معاها وزيها في الاوضه بتاعتها. وعلشان ميرابيل تخفف التوتر من عند انطونيو بتديله هديه، ولما انطونيو بيفتح الهديه دي بيلاقيها نمر لعب. فبيفرح ساعتها باللعبه دي جدا لان انطونيو بيحب الحيوانات. واول ما الليل بيجي كل اهل المدينه اتجمعوا علشان يشوفوا الهبه السحريه اللي انطونيو هياخدها. وبيبقى في الاحتفال ده واحد اسمه توم، وبنعرف انه معجب جدا بايزابيلا وكمان عايز يتقدم لها. وبعد شويه صغيرين الجده بتظهر وبتحكي للناس عن فضل الشمعه السحريه اللي ادت لكل افراد عيلتها قوه سحريه يقدروا من خلالها يساعدوا الناس والمجتمع. ولما الجده خلصت كلامها بيجي الوقت اللي انطونيو هياخد فيه القوه السحريه بتاعته. بس انطونيو في البدايه كان خايف جدا وطلب من ميرابيل ان هي تيجي معاه. وللاسف اول ما ميرابيل مسكت ايده بتفتكر كل اللي حصل معاها زمان واليوم ده كان اسوأ يوم في حياتها. لكن برضو ساعتها ميرابيل فضلت تشجع انطونيو علشان يوصل للباب. ولما وصل فعلا انطونيو بدأت الطقوس ومسك الباب. لكن المفاجأة بقى ان انطونيو خد قوة سحرية زي ما باقي عيلته كمان ظهر لهم. ظهر له هو كمان بغبغان وفضل يتكلم معاه. ولما انطونيو بيفتح الباب السحري بيلاقي وراه غابة مليانة حيوانات، ودي خلاص هتكون الأوضة بتاعته اللي هيعيش فيها وسط الحيوانات، لان هو دلوقتي بقى بيفهم اللغة بتاعته. والجدة ماديجال بتاخدهم كلهم علشان يتصوروا، لكن للأسف ما بتاخدش ميرابيل معاها. ولما ميرابيل بتلاقيهم مش مهتمين بوجودها بتعمل نفسها انها مش زعلانة وبتقول ان كفاية عليها انها واحدة من عيلة ماديجال. لكن بعد لحظات الحزن للأسف بيتغلب على ميرابيل وبتفضل ساعتها تغني وهي حزينة. وبتقول كمان لنفسها انها طول عمرها كانت بتحلم انه يكون عندها قوة سحرية زي باقي افراد عيلتها. وكمان بتسأل وهي متأثرة وبتقول هي هتفضل كده لحد امتى مستنية القوة السحرية تجيلها. وبعد ما ميرابيل بتخلص غنى بتخرج من البيت وهي زعلانة، لكن بتشوف قدامها على الارض حاجة مكسورة. واول ما ميرابيل بتمسك الحاجة دي بتتعور في ايديها، وفي نفس اللحظة اللي ميرابيل اتعورت فيها الارض بتبدأ تتهز من تحتها. وكمان جدران البيت بتاعتهم بتبدأ تتشقق، وكمان حتى الشمعة السحرية نفسها نورها بيبدأ يضعف. فميرابيل بتدخل بسرعة للبيت وبتروح تقول لجدتها على اللي هي شافته. ولما جدتها بتروح معاها ما بتلاقيش حاجة. وساعتها الجدة بتتكسف جدا قدام المعازيم وبتقول لهم ان مفيش اي حاجة حصلت وان ميرابيل بتحب تعمل فيهم مقالب مش اكتر. ولما واحد من المعازيم بيسألها عن قوى السحر الجدة بتقول له ان السحر قوي وعمره ما هيضعف ابدا. وبعد كده الجدة بتطلب منهم يكملوا الاحتفال. واول ما الحفل بتخلص ميرابيل بتروح لمامتها وبتقول لها ان اللي هي شافته النهارده فعلا حقيقة وانه ما كانش بيتهيأ لها ولا حاجة. فمامتها ما بتكونش مصدقة وبتقول لها انها اكيد تعبت النهارده وممكن اللي هي شافته ده عبارة عن تهيؤات. فبتقول لمامتها ان اللي شافته فعلا كان حقيقة، وعرفتها كمان انها ما تقصدش خالص تبوظ احتفال انطونيو لانه ابن خالتها وهي بتحبه. ولما ميرابيل بتوري مامتها الجرح اللي في ايديها مامتها بتقول لها انها مصدقاها وكمان عملت لها اكل علشان يشفي الجرح اللي في ايديها. ولما بيخلصوا كلام مع بعض ميرابيل بتروح علشان تنام. لكن الغريب بقى انها بتشوف للمره الثانيه البيت بتاعهم برضو بيتشقق والسحر بينتهي. فميرابيل ساعتها ما عرفتش تنام وطلعت تتسحب على البيت بتاعهم علشان تروح للشمعة وتشوف الضوء بتاعها. وهناك بقى ميرابيل شافت جدتها وهي واقفه جنب الشمعة وكانت ماسكه في ايديها صوره لجوزها وكانت عماله تكلمه. والجده كانت بتقول لبدرو ان هي محتاجه له جدا، وعرفته كمان ان بيتهم بيقع وان سحر الشمعة
قرب فعلا ينتهي، وما بتكونش الجده فاهمه ايه اللي بيحصل وليه السحر هينتهي دلوقتي. وبتفضل الجده تترجى بيدرو علشان يساعدهم في المشكله دي، لان لو السحر انتهى عيلتهم للاسف هي كمان هتنتهي. وبعد ما ميرابيل سمعت الكلام ده رجعت بسرعه على اوضتها وجهزت وقررت انها تساعد العيله بنفسها، وهتحاول كمان تنقذ السحر قبل ما ينتهي. وفي تاني يوم ميرابيل راحت لبنت خالتها دوريس وسالتها اذا كانت سمعت حاجه عن السحر اللي هيختفي. فدوريس قالت لها انها ما سمعتش حاجه، والمفاجاه ان ميرابيل كانت بتكلم كاميليو وكان متقمص شخصيه دوريس. ولكن بعدها بثواني دوريس بتيجي وبتقول لميرابيل انها ما سمعتش حاجه، وان الحاجه الوحيده اللي سمعتها هي ان اختها لويسا خايفه ان السحر يزول، ومن وقتها وعينيها بترف. ميرابيل بعدها راحت لاختها لويسا وسالتها هي خايفه من ايه، لكن قبل ما لويسا ترد جدتها دخلت وقالت لميرابيل انها هتجوز اختها ايزابيلا للشخص اللي متقدم لها اللي هو كروز. وبعد كده الجده بتقول لدوريس تقرا افكار كروز وتقول لهم اذا كان فعلا بيحب ايزابيلا ولا لا. فدوريسا بتقول للجد مديجال ان كروز فعلا بيحب ايزابيلا وانه كمان عاوز يخلف 5 اطفال. وبعد ما بيطمنوا ويخلصوا فطارهم كل واحد في افراد العيله بيروح يعمل شغله. فميرابيل بتروح ورا لويسا علشان تسالها هي خايفه من ايه، ولويسا في البدايه ما بتهتمش بكلام ميرابيل، وكانت عماله تشيل في البيوت وتنقلها من اماكنها لاماكن تانية، وكمان بعدها بتشيل كل الحمير اللي موجوده في المدينه علشان ترجعهم للحظيره. وكل الوقت ده وميرابيل ماشيه وراها وعماله تسالها عن حكايه فقدان السحر. فلويسا بتقول لميرابيل ان وهي صغيره سمعت حكايه عمها برونو لما هو اتنبأ بالمستقبل، وعمها برونو كان شايف ان السحر في خطر وانه هينتهي قريب. فميرابيل بتسال لويسا اكتر عن القصه دي وقالت لها كمان انها عايزه تعرف التفاصيل. فلويسا بتقول لها انها ما تعرفش حاجه، وقالت لها كمان انها لو عايزه تعرف اكتر تروح برج عمها برونو وهناك ممكن توصل لاي معلومه هي عايزاها. وفعلا بعدها ميرابيل بتتسحب وبتدخل برج عمها برونو، والبرج ده كان مهجور بقاله سنين مفيش حد بيدخله. ولما ميرابيل دخلت لقت سلم طويل، فبتطلع على السلم ده وعدت للناحيه الثانيه بالحبل. وبعدها دخلت الاوضه اللي كان عايش فيها برونو، وهناك ميرابيل بتلاقي قطع من المرايه المسحوره وهي مكسره ومرميه. ولما ميرابيل بتجمع معظم القطع البرج بيبدا ينهار. فميرابيل بتاخد القطع دي وبتطلع تجري بسرعه علشان تحاول تخرج من البرج، وفعلا ميرابيل بتنجح انها تخرج. رجعت البيت تاني، لكن جدتها شافتها وسالتها هي ليه خايفه. فميرابيل بتخبي عليها وبتقول لها ان مفيش حاجه. وفي الوقت ده بتدخل عليهم اختها لويسا، واول ما شافت ميرابيل فضلت تزعق لها وقالت لها ان بسببها القوه السحريه اللي عندها بدات تروح. ولما جده لويسا سالتها ايه اللي حصل، لويسا بتقول لها انها حاسه انها ضعيفه وما بقتش قادره تشيل زي زمان. وبعد لما خلصوا كلام كل واحده فيهم بتدخل اوضتها، واول حاجه ميرابيل بتعملها بتحاول ان هي تجمع المرايه السحريه علشان تعرف اكتر ليه صورتها مرسومه جواها. لكن في اللحظه دي دخلت عليها خالتها وقالت لميرابيل ما تدورش ورا عمها برونو، وكمان بتقول لها ان عمها برونو بيتنبأ بحاجات شؤم ووحشه. ميرابيل بتسال خالتها اكتر وقالت لها ازاي عمها برونو بيتنبأ بحاجات وحشه. فخالتها بدات تحكي لها وقالت لها ان في يوم من الايام برونو قابل واحده شايله سمكه وقال لها ان السمكه دي هتموت، وفعلا في نفس اللحظه السمكه ماتت. ومره ثانيه قابل واحد رفيع وقال له انه هيبقى تخين، وفعلا في نفس اللحظه الراجل بقى بكرش. وبنعرف ان برونو اتنبأ بان دوريس هتحب واحد وهيكون بيحب واحده ثانيه غيرها، وحتى كمان النبوءه دي اتحققت لان دوريس بتحب توم وتوم هيخطب ايزابيلا. واخر حاجه اتنبأ بيها برونو هو ان السحر هيزول، وكانت صوره ميرابيل ظاهره في الرؤيه. ومن وقتها بقى وبرونو طلع عليه ان تنبؤاته شؤم، ومن ساعتها هو مختفي. وكمان جدتهم قالت ان ما حدش يتكلم عنه نهائي. وبعد ما خالت ميرابيل خلصت لها الحكايه نزلت علشان تحضر الاكل، لان النهارده توم جاي يتقدم لايزابيلا. لكن في الوقت ده ميرابيل كانت قاعده في اوضتها وكانت عماله تجمع في قطع المرايه اللي كانت خدتها من برج برونو. ولما ميرابيل خلصت تجميع المرايه لقت صوره البيت بتاعهم وهو متكسر، وكان قدام البيت صورتها هي. في اللحظه دي ابو ميرابيل بيدخل عليهم الاوضه، بس اول ما بيشوف الصوره بيتصدم وبيسال ميرابيل جابتها منين. فميرابيل بتعترف له وبتقول له ان هي دخلت برج خالها برونو وجابت الصوره دي من هناك. فباباها بياخد القطع الصور دي وبيطمن بنته ميرابيل وبيقول لها ما تقلقيش، وبيعرفها كمان ان كل حاجه بخير. وكمان باباها بيحذرها وبيقول لها ان هي لازم تنسى الصوره دي علشان جدتها ما تتعصبش، وكمان بيوصيها انها ما تحكيش اللي حصل لحد. لكن للاسف ساعتها دوريس سمعت كل حاجه، واول حاجه عملتها راحت قالت لاخوها كاميليو. وكمان من بعدها كلهم بداوا يقولوا لبعض، وللاسف وقتها البيت بدا يتكسر اكتر. وكمان في اللحظه دي السناجد بيسرقوا قطع الصور وبيجمعوها مع بعض، وللاسف الصينيه اللي بتتجمع عليها الصور بتوصل لحد جدتها. ولان المكان ما بقاش منظم باظت خطوبه ايزابيلا، واهل المدينه في الوقت ده كانوا جايين يحتفلوا بالخطوبه، بس لاحظوا ان البيت عمال يتكسر والسحر بدا ينتهي. فالجده مديجال بتروح لهم بسرعه وبتهدي الناس وبتقول لهم ان كل حاجه تحت السيطره. لكن بعدها الفيران بتوع انطونيو بياخدوا قطع الصور وبيجروا بيها المكان في البيت. وطبعا ميرابيل لما شافت الفيران دول طلعت تجري وراهم لانها كانت عايزه تعرف هم رايحين فين. وبعدها بشويه ميرابيل بتلاقي الفيران دخلوا ورا لوحه، واللوحه دي متعلقه في الحيطه. ولما ميرابيل بتدخل وراها بتلاقي ده مخبأ سري وكان عايش فيه عمها برونو طول الفتره اللي فاتت دي. فميرابيل ساعتها كانت مستغربه وسالت عمها هو ليه مختفي وليه كمان عايش هنا لوحده. فبرونو قال لها ان الرؤيه بتاعته ما كانتش بتساعد عيلتهم في حاجه، وكمان كل افراد العيله كانوا بيكرهوا السحر بتاعه لانه كان شو. ساعتها ميرابيل بتواسيه وبعدها بتساله هي ليه كانت موجوده في صوره الرؤيه الاخيره بتاعته. فعمها برونو حكى لها ان زمان في اليوم اللي كانت هتحصل فيه على الهبه السحريه بتاعتها جدتها مديجال كانت قلقانه وخايفه جدا، وطلبت ساعتها من برونو انه يشوف لهم المستقبل. ولما برونو عمل كده لقى ان البيت بتاعهم بيتدمر والسحر بينتهي في النهايه الرؤيه وكانت بتتعكس في
اتجاهين، اتجاه فيهم بيبني البيت، والاتجاه التاني بيدمر البيت وبينهي السحر. وقال لها انه معروف عنه ان كل تنبؤاته شؤم. الجده توقعت الاسوأ، وهي ان ميرابيل سبب هدم البيت. وبرونو بيعرف ميرابيل ان من بعد الرؤيه دي هرب وما بقاش عايز يشوف حد تاني. فميرابيل بتطلب منه انه يساعدها، ولكن برونو بيرفض يساعدها، وكمان بيطردها من المخبأ بتاعه. بس برضه ميرابيل ما بتزعلش وبتطلب منه ان هو يشوف لها المستقبل. فبرونو كان رافض، بس ميرابيل لما فضلت تتحايل عليه برونو اخيرا وافق، بس عرفها ان في مشكله، وهي انهم لازم يلاقوا مكان واسع علشان يعملوا فيه طقوس الرؤيه. ولحسن الحظ ان حيوانات انطونيو بيسمعوا كلام برونو وبيروحوا بسرعه يعرفوه، فانطونيو بيفتح لهم باب الاوضه السحريه بتاعته علشان يستعملوها في الطقوس. وفعلا بعدها برونو بيروح لاوضه انطونيو، بيبدا الشغل هناك طقوس الرؤيه. وبعدها اول ما بتظهر الرؤيه بيبان تاني ان البيت بيتدمر، لكن في نهايه الرؤيه وبيلاقوا ان ميرابيل بتحضن حد. ولما الرؤيه بتوضح لهم اكتر بيلاقوا ان الحد ده هو ايزابيلا اخت ميرابيل الكبيره. واول ما ميرابيل بتشوف كده بتقول لعمها برونو ان ده مستحيل يحصل، لان ايزابيلا ما بتحبهاش ولا حتى بتحب تشوفها. فبرونو قال لها ان ده الحل الوحيد علشان تنقذ العيله، ودلوقتي بقى انقاذ العيله في ايديها. فوقتها ميرابيل ما كانش قدامها حل تاني، وفعلا دخلت اوضه اختها ايزابيلا. وميرابيل طلبت من اختها ايزابيلا ان هي تسامحها لان هي دمرت خطوبتها، بس برضو ايزابيلا ما كانتش موافقه. ولما ميرابيل حاولت ان هي تحضنها ايزابيلا رفضت، وكمان طردتها من اوضتها. وبالرغم ان ميرابيل عايزه تمشي فعلا، بس ما كانتش ينفع تعمل كده علشان خاطر عيلتها. وفضلت بعدها ميرابيل تغني مع ايزابيلا لحد ما في النهايه اتصالحوا وحضنوا بعض. وبسبب ان ميرابيل وايزابيلا عملوه الشمعة رجعت تنور تاني وقوه السحر بدات ترجع. بس بعدها الجده بتدخل عليهم، وطبعا اول حاجه بتعملها الجده هي انها بتتعصب على ميرابيل، وكمان بتتهمها ان هي السبب في زوال السحر. فميرابيل بتقول لها بحزن ان كل اللي هي بتعمله ده علشان بس تنقذ العيله، لكن برضو جدتها بتكون قاسيه معاها وبتتهمها ان هي السبب في كل المصايب اللي هم فيها. فميرابيل بترد عليها وبتقول لها ان عمرها ما كان ليها اهميه عندها، وكمان قالت لها وهي متعصبه ان السحر لو فعلا بينتهي يبقى بسببها هي. وفهمتها كمان انها بتحب العيله، وكمان عمها برونو بيحبها. ومن كتر العصبيه اللي ميرابيل كانت فيها بدات تعلي صوتها على جدتها، وقالت لها انها السبب وان اللي بتعمله ده هو اللي هيهدم العيله. وفي اللحظه دي البيت بيبدا يتهز فعلا، فالعيله بتهرب بره البيت قبل ما البيت يتهد. لكن ميرابيل برضو بتكون مصممه توصل للشمعه رغم انه هيبقى في خطوره كبيره عليها. ولما ميرابيل بتاخد الشمعه للاسف سحرها بيكون انتهى والشمعه بتنطفي. ولما المكان هدي ميرابيل بتسيبه وبتروح تقعد لوحدها عند النهر، وكانت عماله تعيط. وبعد شويه الجده ماديجال بتروح ورا ميرابيل عند النهر، وكمان بتقول لها ان النهر ده هو اللي لقت فيه الشمعه المسحوره. والجده كمان بتقول لميرابيل بحسن ان من كتر اهتمامها بالسحر فقدت البصيره وما كانتش شايفه ان ميرابيل هي السحر الحقيقي. وبعد كده الجده ماديجال بتتاسف لميرابيل وحضنتها بحب. وقتها ميرابيل شكرت جدتها وقالت لها ان هي عانت كتير، واكيد كل اللي عملته ده ما كانتش تقصد بيه شر، وكل اللي كانت عايزاه تحافظ على العيله. وبعدها كده ميرابيل شافت فراشات، والفراشات دي كانت نفسها في الرؤيه بتاعت برونو. فميرابيل حضرت جدتها زي ما حصل في الرؤيه بالظبط. وبعدها اخيرا برونو وصل، وقبل ما يقول سبب اختفائه للجده على طول جريت عليه وحضنته وقالت له انه كان وحشها جدا. وبعد كده بيسلموا على بعض وبيتحركوا كلهم يرجعوا لبيتهم. وماديجال بتجمع العيله كلها وبتقول لهم ان اهتمامهم بالقوه السحريه عمى بصيرتها عنهم، وخلت كل تفكيرها في القوه السحريه بس. وعرفتهم ان خلاص من النهارده العيله عندهم رقم واحد ومش هتهتم بالقوه السحريه تاني. وبعد ما خلصوا كلام لقوا كل اهل المدينه جايين يساعدوهم علشان يرجعوا يبنوا بيتهم من جديد. وفعلا بعدها كل اهل المدينه بيساعدوا عيله ماديجال لحد ما في النهايه بنوا البيت فعلا. بس المره دي بقى الجده راحت ودت ميرابيل أكرة الباب وقالت لها ان هي اللي لازم تفتحه. واول ما فعلا ميرابيل لمست الباب كل حاجه اتغيرت وقوه السحر رجعت للبيت تاني، ورجع كمان لكل افراد عيلتهم. وبكده بقى كل افراد عيلتهم عرفوا ان ميرابيل برضو كان عندها سحر، بس كان من نوع مختلف شويه عنهم، لان سحرها كان في قلبها الطيب وحبها لعيلتها. وبكده عيله ماديجال هيكملوا حياتهم في سعاده وسلام طول ما هم بيحبوا بعض.